في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الشخصيه اجراميه ماشي بحال دوك الشخصيات اللي كتعرفوا. هاد الشخصيه هذه من اغمض الشخصيات اللي دازوا في التاريخ ديال الجريمه. في هذا الفيديو غادي نهضروا على القضيه ديال جاك السفاح. السلام عليكم، معكم هوكيلو ومرحبا بكم في فيديو جديد. في اواخر القرن 19 كانت لندن عاصمه الضباب، مدينه كتغلي بالفقر والجوع والاوبئه. وكان واحد الحي سميتو وايت شابل، وهذا الحي وايت شابل هو فين غادا تبدا القصه ديال جاك السفاح. الحي ديال وايت شابل كان من اكثر الاماكن سوادا، الزناقي ديالو كانوا مضيقين، وكان الليل فيه ماشي غير مجرد ظلمه وصافي. كان في داك الليل بزاف ديال الرعب والغموض. كان هذا الحي كيشبه لشي قبر مفتوح. الناس في ذاك الوقت كانوا عايشين وسط الخوف، ولكن ما كانوش عارفين ان الأسوأ باقي جاي. جاك السفاح ما كانش غير مجرد قاتل وصافي، كان بحال شي لعنه نزلات على المدينه. كانت اول جثه في واحد الصباح بارد من غشت عام 1888، وكانت هاد الجثه مولاتها امراه سميتها ماري نيكولاز. كانت هاد المراه عاديه خارجه في داك الصباح غدا للعمل ديالها. لقاوها مليوحه في واحد الزنقه ضيقه، ولقاو الحلق ديالها مقطوع بطريقه دقيقه، ولقاو حتى الكرش ديالها محلوله، كأن هاد المجرم كان كيعرف فين يضرب بالضبط. ورجال الشرطه ما فهموش شنو واقع، كانوا كيسحبوا هاد الجريمه جريمه عاديه، ولكن ما فكروش ان هاد الجريمه كانت اول صفحه من كتاب دموي غادي يخلد الرعب الذاكره والتاريخ ديال هاد المدينه. ما دازوش بزاف ديال الايام حتى زادوا لقاو جثه واحده اخرى مقتوله بنفس الطريقه وبنفس الوحشيه وبنفس الاتقان. وفي كل جريمه كان جاك كيزيد القسوه ديالو في القتل، بحال الا كان كيبغي يبين التفوق ديالو على الشرطه. الضحيه الثانيه كانت حتى هي جثه ديال المراه اللي مازال الناس ما نساوش هذاك المنظر وهذيك الحاله ديال هذيك الجثه. كانت مقتوله بواحد القسوه، كانوا كاع الاعضاء ديالها مفصولين على الجثه، وكانوا الاعضاء محيدين بواحد الطريقه خلات الجراحين اللي داروا التحليل الجثه يحتاروا في هذيك الطريقه اللي تقطعات بها هذه الجثه. ومن بعد زادوا الجثات وحده ورا وحده، كأن جاك كان كيتفنن في الرسم ديال شي لوحه فنيه ولا كان كيلعب في شي لعبه. وفي وسط هذا الرعب كامل وصلت واحد الرساله للجريده مكتوبه بواحد الخط كان غريب، وكان مكتوب في الرساله: من جاك السفاح، كنشوفكم كتحاولوا تعرفوني باش تقدروا تشدوني، ولكن عمركم غادي توصلوا ليا، وفي كل جثه غادي يكون توقيع جديد ديالي. ومن هذه اللحظه تلقب باسم جاك السفاح، وهنا غادي تزاد الشهره ديالو وغادي يتحول من قاتل مجهول لاسطوره حيه. الشرطه دارت المستحيل باش تقدر تعرف شكون هو هاد جاك السفاح. شدوا بزاف ديال الناس، فتشوا بزاف ديال البيوت، جابوا جراحين مختصين، جابوا اطباء، شدوا بزاف ديال الناس اللي كيسكنوا في دوك البلايص اللي لقاو فيهم الجثث. ولكن جاك كان كيعرف كيفاش يهرب، وكان كيعرف كيفاش يقتل في صمت، وخلى المدينه غارقه في الدماء. وحده من الضحايا كان محيد ليها القلب، وواحده اخرى من الضحايا كان محيد ليها الكلوه، وواحده اخرى كان ظاهر عليها اثار ديال التعذيب قبل ما يقتلها. ولكن اللي كان كيزيد الرعب في هذا الشيء هو ان القاتل ما كانش كيخلي حتى اثار، بحال الا شي شبح هو اللي كان كيرتكب هذه الجرائم. الناس بدات كتشك واش جاك كان طبيب، واش كان فايت خدام محقق، واش كان جندي، واش كان خدام مع البوليس، ولا يمكن شي شخص من العائله الملكيه. النظريات كانت كتخرج من كل جهه، ولكن ما كان حتى شي دليل. وفي وسط هذا الرعب كامل بعض الناس ولاو كيشوفوا فيه كانه بطل كيتحدى النظام وكيتلاعب بالشرطه وكينتقم للفقراء، ولكن الحقيقه هي انه كان مجرد قاتل متسلسل كيمشي وسط الناس، وحتى شي واحد ما كان قادر يتعرف عليه. الضحيه الاخيره كانت ماري جين كيلي، شابه ساكنه في غرفه صغيره. الجريمه ديالها كانت اسوأ جريمه دارها جاك السفاح. الغرفه كلها كانت مغطيه بالدم، الجثه مشوهه لواحد الدرجه اللي ما بقاوش الملامح كيبانوا، وحتى رجال الشرطه فقدوا الاعصاب ديالهم في ذاك النهار. ولكن الغريب هو انه من بعد الجريمه ديال ماري جاك اختفى بلا انذار، بلا اثار، بلا رساله، كانه سال المهمه ديالو. دازت اعوام وتحولوا الازقه اللي كان فيها هذا الرعب لمجرد شوارع سياحيه، ولكن اللغز بقى. خرج على هذا اللغز وهذه القضيه ديال جاك السفاح اكثر من 100 فرضيه، وتلقى القبض على عشرات ديال المتهمين، وخرجوا على كتب وافلام ووثائقيات، ولكن حتى واحد ما قدر يجاوب على السؤال اللي هو كيبقى: شكون هو جاك السفاح؟ واش كان مريض، ولا كان عبقري من العباقره ديال الاجرام، ولا كان غير ضل في الظلمه ديال لندن، ضل او شبح اللي ما استطاع حتى شي واحد يعرفه. وغادي يبقى دائما جاك السفاح اللي دوخ العالم واستطاع يتلاعب بالشرطه والعداله كيف ما بغى. من بعد هذا الرعب كامل وهذه الجرائم اللي ارتكبها جاك، اختفى كأن لا شيء لم يكن، غبر ليه الاثار، بقى غير الرعب ديال الاسم ديالو كيدور في المدينه. دابا دازت اكثر من 100 عام وجاك باقي ما تعرفش
شكون هو ليومنا هذا، وما تعاقب على حتى شي جريمه من دوك الجرائم اللي دار، واختفى جاك بلا رجعه. وهنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. الا كنتي من العشاق ديال الرعب والغموض ما تنساش تخلي البصمه ديالك في هذا الفيديو، ورك على ديك اللايك واشترك في القناه. نشوفكم في فيديو جديد.